دلوقتي هنتكلم عن زمن مهم جدا وهو زمن الماضي الأول. زمن الماضي الأول مختلف شوية عن زمن الحاضر الأول، لأن احنا هنتكلم بطريقة مختلفة. يعني ايه؟ يعني في زمن الحاضر الأول على طول بدأت فيه المنظر ده، لو انتوا فاكرينه، اني قلت لك ان احنا عندنا الفعل وبلزق فيه مقطع، والمقطع ده احنا قلنا الخصائص بتاعته بيعرفني الزمن والفاعل، واحنا هنا ساعتها قلنا لو بنعبر عنه في صورة ضمير، وقلنا ساعتها الضمائر بتاعتنا. زمن الماضي الأول بقى من الأزمنة المميزة شوية. ليه؟ لأنه عنده حاجة اسمها علامة زمن، وعلامة الزمن دي لما تسمعها تعرف حاجة واحدة بس، إن أنا أول ما أشوفها في الجملة لازم يكون الفاعل اسم ظاهر. وده بقى يرد على أسئلة كتير قوي. يعني ايه؟ يعني احنا كنا خدنا درس صور الجمله الفعليه. صور الجمله الفعليه دي كان لازم يكون في علامه زمن عشان اقدر احط علامه الزمن، فاحط الفاعل زي ما هو اسم ظاهر ويبقى خلاص على كده. طيب ماشي. علامه الزمن دي انا لما بحطها بعرف معلومه واحده بس منها، ان ايه الزمن اللي انا فيه. هل الكلام ده صح؟ لا، بعرف منها معلومه تانية، بس الكلام ده بالذات في زمن الماضي الاول هنلاقيه ان هو ايه. انا عندي علامتين الزمن، حاجتين: اني بلاقي حرف الالفا كده لوحدي فوقيه جنكم، او ان الاقي ام بي. طيب ايه بقى اللي هستفاده من دي وايه اللي هستفاده من دي؟ لو انا شفت اي علامه من علامه الزمن الاتنين دول يبقى انا كده في الزمن الماضي الاول. بس في فرق بينهم، ان انا لما استخدم هنا بتكون الجمله في الزمن الماضي الاول ومثبته، لكن لو شفت ام بي بتكون الجمله في الزمن الماضي الاول ومنفيه. طيب ماشي. نبدأ بقى دلوقتي نعمل بقى حاجة جامدة جدا، وهي ان انا عايز، طب بفرض ان انا الفاعل ما كانش اسم ظاهر، كان ضمير، يبقى انا كده بقى اقول لك نفس اللي احنا بنقوله كل مرة. ممكن تقول لي الضمائر بتاعتك. الضمائر بتاعتي هي اهي: انا، انت، انتي، هو، هي، والجمع بتاعهم نحن، انتم، وانتن، وهم، وهن. طيب تمام. هل في حاجه جديده لغايه دلوقتي؟ لا. طيب انت ليه كاتبهم في ناحيه واحده بس؟ مش المفروض تكتبهم على الناحيتين؟ هقول لك لا. ليه؟ لان انا هصرفها مره مع يبقى انا كده الزمن بتاعي زمن ماضي اول ومثبت، ومره تانية هصرفهم مع الام بي ويبقى انا كده زمن ماضي اول بس منفي. كلام ممتاز جدا. طيب تعال بقى نشوف هنا المقاطع بتاعتنا اللي لو لزقتها هنا هتعرفني الزمن، وان هو مثبت في الزمن الماضي الاول مع الضمائر دي اللي هو مين؟ مع انا تبقى اي، انت، اك، طبعا قلنا الشرطه بتاعتنا، انتي، اري، وهو اف، فدي هي ساره، هي يبقى اس، نحن هتبقى ان، وانتم وانتن هتبقى اريتين، طبعا ما تنساش الشرطه بتاعتنا، وهنا اوف. يبقى انا دلوقتي المقاطع دي لو حطيتها هنا هعرف ان الزمن ده زمان الماضي الاول. والمعلومه الزياده بس اللي احنا اتعلمناها النهارده هو ان الزمن مثبت. في العادي لو خدتوا بالكم زي زمن الحاضر الاول بننفي بالان، يعني انا بعرف المقاطع ولما احب بنفي بالان بعد الفعل وخلصنا على كده. بس الزمن الماضي الاول مميز شويه، يقول لك لا، انا عندي علامتين زمن، واحده لو حطيتها تعرف انت الزمن الماضي بس الجمله مثبته، واحده لو حطيتها تعرف ان انت في زمن الماضي بس الجمله ايه؟ منفيه زي ما شفنا. طيب لو انا الفاعل اسم ظاهر بستخدم دول. طب لو كان ضمير، يعني عايز اقول بدل ما اقول مثلا المثل بتاعنا اللي هو كنا عاملين بنحكي عليه المره اللي فاتت، مثلا الكاهن يصلي، انا عايز اقول الكاهن صلى، فكده الكاهن موجود يبقى هحط الكاهن ويصلي قلنا اشليل. طيب لو عايز اقول صلى بس يبقى هحط ساعتها هو اللي صلى، يبقى في شليل. فكره واصله؟ تمام. تعالوا بقى نكتب المقاطع بسرعه بتاعه النفي. تمام. بنفس الفكره طبعا، بنفس ترتيب الضمائر بتاعتنا، احنا مش هنغير اي حاجه خالص، بنحط كده هنكتبهم بنفس الترتيب. تمام. ام بي، ام بيك، ام بي، طبعا بعد كل واحده في شرطه، وام بيف، ام بيس، ام بين، ام بي تين، وهنا ام بو. طيب ايه الكلام ده؟
المقاطع دي لو لزقتها هنا قبل الفعل يبقى انا كده عرفت ان الزمن بتاعي زمن الماضي الاول، لكن هنا منفي وهنا مثبت. تمام. ومين الفاعل بتاعي؟ الضمير بتاعي اللي بعبر عنه، انا، انت، انتي، هو، هي، نحن، انتم، وانتن، هم، وهن. اي، اك، اري، اف، اس، ان، اريتين، اف. نفي بتاعهم هتحس ان هو واخد منه امباي، امبيك، امبي، امبيف، امبيس، امبين، امبيريتين، امبيتين، او على فكره امبيريتين، بس خلينا في دي دلوقتي. وهنا امبو. تعالى بقى دلوقتي نطبق حاجه مهمه جدا اتعلمناها في زمن الحاضر الاول، وهي صور تكوين الجمله الفعليه. بس احنا هنطبق ده على الزمن بتاعنا اللي احنا لسه مخلصينه دلوقتي، اللي هو زمن الماضي الاول. طيب ممكن تفكرني بسرعه كان بيقف على ايه؟ بيقف على حسب الفاعل بتاعي. فاعل بتاعي اسم ظاهر ولا ضمير مستتر، ولا هبدا بالاسم الظاهر وانهي بالضمير، ولا هبدا بالضمير وانهي بالاسم الظاهر. طيب تعال بس الاول نرجع اساسيات. هو الزمن بتاعنا كان ايه في الاثبات؟ علامه الزمن بتاعته ايه؟ في النفي علامه الزمن بتاعتي ايه؟ ام بي. الاثنين دول في زمن الماضي الاول. كلام ممتاز. طبعا دي راس كل حاجه بنستخدم فيها الازمنه، ان الفعل بلزق في مقطع بيعرفني الزمن والفاعل. وتعلمنا مع بعض حاجه مهمه جدا، ان انا هصرف لما اكون عايز اعبر عن الزمن ده مع الضمائر اللي احنا عارفينها بس الجمله مثبته. هصرف الام بي لما اكون عايز اعبر عن الزمن الماضي الاول والفاعل الضمائر اللي احنا عارفينها بس الجمله منفيه. طبعا انا قلت الكلام ده حاله خاصه بزمن الماضي الاول، لان احنا العادي بتاعنا الديفولت بتاعنا لما بنيجي ننفي اي زمن بنحفظ مقاطع واحده وبتكون هي الاثبات، ولما باجي بنفي بان زي ما عملنا في زمن الحاضر الاول. بس مهم ان انت تكون عندك خلفيه عن زمن الماضي الاول، لان ده درس مهم جدا في القداس والتسبيحه وكل حاجه هتلاقي نفسك بتستخدمه. طيب تعالى نعمل مثل صغير جدا ونطبق على الكلام ده كله. صور تكوين الجمله الفعليه. المثل اللي هنطبق عليه الاربع صور بتاعتنا هو ابي اطفأ النور. طيب اب يعني ايه؟ اب يعني يوت، ودي كلمه مفرد مذكر. نور يعني ايه؟ واي، ودي برضو كلمه مذكر. الافعال اللي احنا هنستخدمها النهارده فعل اطفأ مره، وهنستخدم فعل يشعل مره. فعل اطفأ يعني تشينو، ويشعل يعني تشيرو. كلام ممتاز جدا. طيب تعالى بقى يا عم، انا هبدا بالاساسيات بتاعتنا اللي احنا متعلمينها زي ما اتعلمنا خلال الحصص بتاعتنا. طيب اسم ظاهر يبقى انا محتاج حاجه اسمها علامه زمن. هل الجمله دي منفيه؟ اللي فوق دي جمله منفيه؟ لا. ابي اطفأ النور. طيب يبقى انا هعمل كده، احط علامه الزمن بتاعي في زمن الماضي الاول الجمله المثبته. طيب ابي، اب يعني يوت، انا محتاج الزق فيه مقطع، بس المقطع ده احنا يمكن لسه ما خدناهوش، اسمه صفات الملكيه، ممكن ناخده بعدين، فهي هتترجم كده. طيب عندي دلوقتي الفعل بتاعي. هل الفعل دلوقتي محتاج الزق فيه حاجه؟ مستحيل. ليه؟ لان علامه الزمن عرفتني كل حاجه، الزمن بتاعي. ومين الفاعل؟ طب ما الفاعل ظهر اهو، يبقى انا هكتب الفعل من غير اي حاجه اللي هو تشينو. كلام ممتاز جدا. ناقصني حاجه واحده بس اللي هي المفعول به، والمفعول به هنا هيكون النور. نور يعني ايه؟ واويني. النور يبقى بي او اويني. يبقى هنا اهو هنكتب بي او اويني، معلش بس عشان مفيش مكان. طيب هل كده خلصت؟ لا، محتاجه استخدم الاداه بتاعتي، اداه ربط المفعول به اللي هي ام بي او اويني، لان الفعل ده مش افعال ولا حواس ولا حركه ولا ادراك ولا كلام زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، فيبقى هستخدم الام بي او. كلام ممتاز جدا. تعالى بقى نستخدم الضمير. الضمير يبقى انا مش محتاج ولا محتاج الفاعل، هلغي الاثنين دول، يبقى هعبر عنهم بمقطع هلزقه في ايه؟ في الفعل. يبقى الفعل بتاعي تشينو، هلزق فيه مقطع بيعرف ايه المقطع بتاعي. ضمير مستتر تقديره هو ابي. ابي هو اللي اطفأ النور، هو اطفأ النور. مين اللي هو؟ يبقى هنحط هنا اوف تشينو النور، يبقى زي ما احنا كتبناها فوق، مش هيحصل فيها اي حاجه. ام بي او اويني. كلام ممتاز. المقطع ده مش هيتغير على فكره على طول ما احنا شغالين. طيب تعالى دلوقتي نستخدم الحاجتين. هبدا بالاسم الظاهر وبعد كده انهي بالضمير. هل هنا بقى انا محتاج استخدم علامه الزمن؟ هقول لك في الحقيقه لا. ليه؟ طيب انت هتبدا بايه؟ هتقول بايوت، هتقول اوف تشينو، وبعد كده ام بي او ان. المفروض دي مش هيحصل دي اي حاجه على فكره، مش كده شرحناهم اول مره كويس، قررناها تاني، كان مش محتاجين نعمل حاجه غير ان احنا ناخده كوبي بيست زي ما هو. طيب انت عملت ايه هنا؟ انا هنا جبت الاسم الظاهر. مين اللي عمل الفعل بتاع اطفاء النور؟ هو ابي. عبرت عنه كمان بالضمير، بس الضمير ده عرفني معلومه الزمن وكمان ان هي جمله مثبته، فمش محتاج هنا احط علامه الايه؟ الزمن اصلا. تمام. وفي الاخر المفعول به زي ما هو بينزل. طب تعالى نعكس، نبدا بمين المره دي؟ نبدا بالضمير. طيب
يبقى الضمير بتاعي هيكون اوف تشين، وكان بعديها ايه؟ المقطع الكوبي بيست بتاعنا اللي هو النور. تمام. طيب يبقى هنا اهو ام بي او اي. هل ينفع فجأة اقوم حاطط اللي عمل الفعل ده اللي هو با يوت؟ اقول لك لا غلط. ليه؟ لازم تحط اعني او اقصد اللي هي انجي. تمام. اظن كده ان صوره الجمله الفعليه بقت درس سهل جدا جدا جدا، ووضحنا دلوقتي بالذات ليه الحاله دي اتلغت وظهرت بوضوح قوي في الزمن زي زمن الحاضر الاول. ليه؟ لانه بمنتهى البساطه عنده حاجه اسمها علامه الزمن. يعني انا لو ما عنديش علامه زمن في الفعل اللي بدرسه ممكن اكتب نفس الجمله بثلاث طرق فقط، اللي هي الضمير، اسم زائد ضمير، ضمير زائد اسم. طيب تعالى بقى نعيد نفس الكلام ده بس هننفي الجمله، وهنا هكون معلش اسرع شويه. الجمله اللي هنشتغل عليها ابي لم يشعل النور. ابي يعني احنا هنستخدم هنا الاسم الظاهر، يبقى انا محتاج استخدم علامه الزمن بتاعتي في النفي ام بي. ابي يعني بايوت. تمام. فعل يشعل، احنا هنا الفعل يشعل اهو تشيرو. النور ام بي و اي ني الى اخره. تمام. عايز اعبر عنه بضمير، هل هنا هستخدم الام بي؟ لا، هشيل الام بي وهشيل الفعل وهلزق في الفعل مقطع. الفعل بتاعي تشيرو. ايه المقطع اللي انا محتاج الزقه هنا؟ هيكون ام بيف. ام بيف دي عرفني ان الزمن زمن ماضي اول لكن الجمله منفيه، وهنا عشان انا شلت الفاعل اضطريت بقى اني ايه؟ اصرف علامه الزمن زي ما احنا يمكن شرحنا ده كويس قوي من شويه. وطبعا المفعول به هينزل زي ما هو اللي هو ام بي او اي، مش هيحصل فيه اي حاجه، هتفضل تنزل زي ما هي كده. طيب اسم زائد ضمير يبقى بمنتهى البساطه هبدأ بالبايوت. هل أنا محتاج، هسألك كل مرة، محتاج أحط علامة الزمن؟ هو ممكن نحطها بس إحنا بنحذفها. ليه؟ لأن كمان شوية هكتب إم بيف تشيرو وبعد كده نحط المفعول به اللي هو إيه؟ إم بي أو أي. طيب آخر حاجة خالص هنبدأ بالضمير، يبقى الضمير بتاعي هيكون إم بيف تشيرو. تمام. طبعا هنا الجملة منفية. تمام. الفعل اهو، ونحط المفعول به بتاعنا اللي هو النور، وفي الاخر نحط ان جي مي. بواسطه مين بقى حصل الكلام ده كله؟ بواسطه البايوت. كده احنا نكون خلصنا صور تكوين الجمله الفعليه في الزمن الماضي الاول. يبقى انت ما تنساش ان صور تكوين الجمله الفعليه هم 4 في الحقيقه، لكن احنا بنحذف اول حاله دي لو الزمن اللي احنا بندرسه ما فيهوش علامه زمن.